قرر المغرب ابتداء من يوم أمس قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أفاد أن القرار تم اتخاذه بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للمملكة ونشرها لبيان يتضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع البحرين. حميد سعدني. قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يأتي ردا على التعامل غير الودي والمس بمقومات الأمة المغربية من قبل طهران. بلغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ذكر بطلب المغرب لتوضيحات من السلطات الإيرانية التي نشرت بيانا تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع مملكة البحرين على غرار العديد من الدول بشأن المساس بسيادة هذا البلد ووحدته الترابية. وكان المغرب استدعى القائم بالأعمال بالنيابة بسفارته في طهران للتشاور لمدة أسبوع، مدة مضت دون التوصل بأي تفسير عن هذه التصرفات الإيرانية. ويضيف البلاغ أن هذا الموقف المرفوض والموجه حصرا ضد المغرب انضاف إلى نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية وخاصة من قبل بعثتها الدبلوماسية بالرباط، نشاطات تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي الذي يحميه جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين. ويستنتج بلاغ الخارجية أن هذه الأعمال المدعمة تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة. ولمزيد من التفصيل حول الموضوع تحضر معنا السيدة لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. سيدة لطيفة مرحبا بك. شكرا. أستاذة لطيفة، بداية المغرب قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، ما هي تعليلات هذا الموقف؟ أولا المغرب عبر وهذا من حقه ومن واجبه على تضامنه مع مملكة البحرين، عبر عن رفضه لأي مساس بسيادة هذا البلد وبوحدته الترابية، وقد جاء هذا التضامن عبر رسالة ملكية سامية وعبر زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى البحرين. ولم يتفرد أبدا المغرب بهذا الموقف المتضامن، بحيث أنه عديد من الدول العربية والغير العربية عبرت عن تضامنها على ذات الموقف من خلال سواء زيارة رؤساء الدولة أو وزراء الخارجية إلى البحرين أو من خلال رسائل رسمية. ولكننا فوجئنا بتعامل من طرف السلطات الإيرانية، بتعامل انتقائي غير ودي تجاه المغرب، بحيث أن هذه السلطات استدعت بطريقة حصرية كما جاء في الروبورتاج وكما جاء في بلاغ وزارة الخارجية، استدعت إذن القائم بالأعمال في السفارة المغربية في طهران. وكان هذا استهداف بين للمغرب، لأنه من دون جميع الممثلين الدبلوماسيين لجميع الدول المتضامنة لم تستدعي السلطات الإيرانية إلا الممثل المغربي. ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بحيث بعد ذلك صدر بلاغ رسمي عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فيه تعليقات وفيه أحكام قيمة غير مقبولة وغير مقبولة حسب الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها حول فحوى الموقف المتضامن للمملكة المغربية. ولذلك وعملا بهذه الأعراف الدبلوماسية التي يحترمها بلدنا، قام المغرب أولا باستدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية بطهران إلى المغرب للتشاور لمدة أسبوع. ثانيا طلبنا بإيضاحات رسمية من طرف السلطات الإيرانية من خلال السفير الإيراني في المغرب. وأخيرا وبعد مضي وانقضاء أجل أسبوع دون أن نتوصل بأي إيضاحات، أخيرا اتخذ المغرب قراره. إذن قطع العلاقة الدبلوماسية يعني الوصول إلى الباب المسدود. بلغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تحدث أيضا عن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية المغربية، كيف ذلك؟ المغرب ابتغى لنفسه المذهب المالكي السني، هذا المذهب المبني على قيم الوسطية والاعتدال، وهذا الاختيار هو في صميم ثوابت الأمة المغربية، لأنه يحفظ ويضمن لنا الحفاظ على هويتنا وعلى وحدة عقيدتنا التي يرعاها ويحميها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لذلك فمن الطبيعي جدا ومن المنطقي أيضا أن يرفض المغرب أي
تدخل سافر في شؤونه الداخلية، أولا لأن ذلك يتعارض ويخل بقواعد وبأخلاقيات العمل الدبلوماسي، وأيضا لأن في ذلك مس وإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للشعب المغربي. فالمغرب قطع وقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية لأن له هوية وله كرامة وله سيادة يرفض أن تمس. سيدة لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، شكرا لك. شكرا لكم.